السلام عليكم، ورجعنا لكم بفيديو جديد متابعينا الأكارم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وسنتحدث في هذا الفيديو عن موعد مباراة منتخبنا الوطني للناشئين أمام منتخب الإمارات، وذلك في الجولة الثانية من نهائيات كأس آسيا السعودية 2026. طبعا منتخبنا حاليا يقيم معسكر إعدادي هنالك في العاصمة صنعاء بقيادة المدرب الوطني هيثم الأصبحي، واستعدادات أخيرة ضمن السفر إلى دولة السعودية استعدادا لبطولة كأس آسيا القادمة السعودية 2026. وسيلعب مباراته الثانية أمام منتخب الإمارات في تاريخ 10 من شهر 5 القادم مايو 2026 في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة واليمن. وعلى قناة البي ان سبورت ماكس رقم 1 ستلعب هذه المباراة بقيادة المعلق اليمني حسن العيدروس، واصفا ومعلقا لمباراة منتخبنا الوطني الثانية أمام منتخب الإمارات. بالنسبة لاستعدادات المنتخب الإماراتي، طبعا منتخب الإمارات حاليا متواجد في تايلاند في معسكر إعدادي خارجي، لعب مباراة ودية أمام منتخب الهند للناشئين وتعرض لخسارة بهدف مقابل لا شيء، علما بأن المنتخب الإماراتي سبق له وإن شارك في النسخة الماضية من كأس آسيا هنالك في السعودية، وشارك في نهائيات كأس العالم هنالك في قطر للناشئين، وسيلعب مباراة أمام منتخبنا الوطني في الجولة الثانية لهذه البطولة. طبعا بالتوفيق لمنتخبنا الوطني وللجهاز الفني، استعداداتنا كبيرة وطموحنا كبير لهؤلاء الشباب لتحقيق إنجاز تاريخي للكرة اليمنية بالتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ المنتخب الوطني للناشئين. طبعا أكيد الجماهير اليمنية ستكون حاضرة ومتواجدة هنالك على مدرجات ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ستقام هذه البطولة. فبالتوفيق للجميع، ودعواتكم للمنتخب وللجهاز الفني في أن يقدموا لنا مباراة كبيرة أمام المنتخب الإماراتي في الجولة الثانية من هذه البطولة. اكتبوا توقعاتكم حول نتيجة مباراة اليمن والإمارات في التعليقات. وصلنا إلى ختام هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى.